قناة ديال فرانس 2 اخيرا كشفت السر ديال تدهور العلاقات ما بين فرنسا والجزائر. السبب هو انفلونسور جزائري عنده لجوء سياسي في فرنسا. فكيفاش وقع هذا الشيء وعلاش؟ هادشي اللي غادي نكتشفوا في هذا الفيديو. البارح في القناه ديال فرانس 2 اللي هي القناه الرسميه ديال الدوله ديال فرنسا، اللي كان الضيف ديالها هو انفلونسور جزائري عنده لجوء سياسي في الدوله ديال فرنسا سميتو سمير ديزي. هذه الحلقه اللي خلات البارح الجزائر كامله تبات فايقه والتليفونات ما يسكتوش من اصغر مسؤول حتى الاكبر جنرال في الجزائر. كيفاش بغيتو هادشي ما يوقعش؟ والروبورتاج كيتعلق بواحد من اكبر المعارضين ديال النظام الجزائري اللي عنده لجوء سياسي في الدوله ديال فرنسا وعايش في فرنسا، اللي كيكشف كيفاش حاولوا اجهزه المخابرات الجزائريه انهم يغتالوه فوق الاراضي الفرنسيه، وهذا الشيء اللي فرنسا اعتبرته انتهاك للسياده ديالها وخلت الموقف ديالهم يكون جدي تجاه الجزائر. هذا سمير عاود اون ديتاي كيفاش المخابرات الجزائريه حاولت انها تختطفه من وسط باغي، وكذلك الروبورتاج هضر على بزاف ديال القضايا اللي كتخص بنت الرئيس الجزائري وكذلك الرئيس الجزائري اللي ما كيعجبنيش نقول السميه ديالو. وكانت حاضره واحد النائبه برلمانيه جزائريه ما قدرت انها تدخل في حتى شي نقاش وبقات غير كدور في عينيها. القضيه راه دايره البوز ديال بصح، وإلا بغيتي تفرج في الروبورتاج كامل كومونطي بالدرابو ديال المغرب وغادي يوصلك اللين في البريفي.